السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل شنطة جديدة بخيط الكليم، بس النهاردة هنشتغلها على فتلة واحدة. كتير منكم كانوا بيسألوا إزاي نشتغلها على فتلة واحدة وهل هتنفع ولا لأ، وإيه المشاكل كمان اللي كانت بتقابلكم في الشغل بفتلة واحدة. فهنشوف كل التفاصيل دي كده مع بعض واحنا شغالين، ويلا كده بينا نبدأ على تفاصيل العمل. بس بفكركم كده لو لسه أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا عندي في القناة، وأهم حاجة تفعلوا الجرس. كمان لو الفيديو عجبكم كده ما تنسوش لايك وشير كده مع الاصحاب علشان الكل يستفيد. ويلا كده بينا نبدا على خطوات العمل. عايزه اوريكم كده في البدايه سمك خيط الكليم اللي انا شغاله بيه. طيب اهم حاجه ما يكونش بقى ارفع من كده، نحاول واحنا بنشتريه لو على ايدينا او اونلاين ناكد ان الخيط يكون سميك. وطبعا لو على فتله واحده لو اتخن من كده او سميك عن كده مفيش مشكله خالص، هيبقى احسن كمان معانا في الشغل. وهستخدم مع الخيط ده ابره مقاس رقم 6.5. هبدأ أعمل عقدة بداية وهبدأ أرتفع 10 سلاسل. كده أنا اشتغلت 10 سلاسل، ال10 سلاسل دول مقاسهم 12 سنتي. لو حد حابب يكبر الشنطة عن كده بنزود في سلاسل البداية. هنرتفع كمان سلسلة. هنبدأ شايفين نلف السلسلة بتاعتنا، السلسلة أهي هقلبها على الظهر كده. شايفين الارتفاعات اللي بتكون ورا دي هي اللي ببدأ أشتغل فيها. هسيب أول غرزة وهروح في ظهر السلسلة التانية وابدأ اشتغل غرزة حشو. هروح للغرزة اللي بعدها ونشتغل حشو. بنكمل كده السطر ده كله من غرزة الحشو. كده انا وصلت لاخر غرزة. اخر غرزة دي بنشتغل فيها تزايد. ببدأ اشتغل 3 غرز حشو في نفس المكان. واتفقنا لما بنيجي نشتغل تزايد لازم يكون معانا 3 ماركر لون واحد، والماركر اللي لونه مختلف دايما بحطه في اول غرزة معايا في بداية السطر. فهنا اول غرزة هحط فيها الماركر ده، اشتغل في نفس المكان كمان غرزتين. اخر غرزة من غرز التزايد اللي انا اشتغلتها دي برضو هحط فيها ماركر. هنبدأ دلوقتي نروح على الناحية التانية هنا ونشتغل غرز حشو. انا بدخل في الحلقة الامامية بس، شايفين حرف الفي ده؟ انا بدخل في الحلقة الامامية كده بس. كده وصلت لاخر غرزة في السطر. اخر غرزة دي برضو هشتغلها تزايد. هدخل كده في الحلقة الامامية للغرزة وهبدأ اشتغل فيها 3 غرز حشو في نفس المكان. واول غرزة من غرز التزايد هنا هنحط فيها الماركر في نفس المكان. بشتغل كمان غرزتين. كده خلاص احنا خلصنا السطر الاول. احنا مش بنقفل بغرزة منزلقة ولا حاجة، احنا بنشتغل دايما حلزوني طالما احنا شغالين بغرزة الحشو. حلزوني يعني انا باجي في اول غرزة في السطر واشتغل تحت الحلقتين عادي غرزة حشو، بس اهم حاجة ان انا منساش احط الماركر ده تاني مكانه. باجي كده تحت الحلقتين اشتغل غرزة حشو. انا كده بدأت سطر جديد.
والشغل بتاعي هيبدأ يرتفع. كل ما اجي عند الغرزة دي اشتغل سطر جديد هتلاقي الشغل بدأ يرتفع معانا. ده كده اسمه شغل حلزوني. ببدأ دلوقتي ان انا اشتغل فوق كل غرزة، بدخل كده تحت الحلقتين واشتغل غرزة حشو. طيب حاجة مهمة كمان واحنا بنشتغل بفتلة واحدة بخيط الكليم، انا عايزاكم وانتوا بتشتغلوا الغرزة ان انتوا تطلعوا كده بالخيط، مش نطلع المسافة دي ونقفل الغرزة، لا احنا عايزين نرتفع كده وبعدين نقفل الغرزة بتاعتنا. شايفين الغرزة بتبقى معايا منتفخة شوية، بخلاف لما احنا نعملها كده. شايفين الفرق؟ بتديني فراغ تحتها والغرزة ما بتبقاش افضل حاجة. يعني شايفين كده الفرق بين الغرزة دي والغرزة دي؟ فدي حاجة مهمة جدا واحنا شغالين بفتلة واحدة بخيط الكليم. لازم ارتفع كده وانا شغالة بالغرزة كويس جدا وبعدين اقفل الغرزة بتاعتي. تمام كده خلاص وصلنا لغرز التزايد. كل غرزة من الثلاث غرز دول هشتغل فوقها غرزتين حشو. احنا مش هنتزايد تاني فخلاص هنشيل الماركر. يبقى كل غرزة من غرز التزايد بنشتغل فوقها غرزتين. ولما اجي اشتغل التزايد شايفين اول غرزة كده باخدها ناحية اليمين واقفل الغرزة التانية ما اخدهاش فوقها او ما اطلعش نفس الاتجاه، بطلع الاتجاه التاني كده بميل علشان الغرزتين ما يكونوش فوق بعض والتزايد بتاعي يكون شكله مظبوط. هبدأ اروح في كل غرزة كده بعد ما خلصنا غرز التزايد ونشتغل غرزة حشو. اهم حاجة في خيط الكليم والشغل بيه ان احنا نكون مريحين الغرزة على الاخر، ما نشدش ايدينا خالص. كل ده بيفرق معانا في شكل الشغل. كده وصلت للتزايد اللي في اخر السطر. هنشيل الماركر خلاص معناش محتاجينه. فوق كل غرزة برضو من الثلاث غرز دول هشتغل غرزتين حشو. كده خلاص خلصنا السطر التاني من التزايد. تمام هناخد كده مقاس القاعدة بعد ما خلصنا التزايد. العرض هنا كده يعتبر 20 سنتي والعرض 7 سنتي. طيب هنبدأ دلوقتي نشتغل سطر بس من غرزة الحشو في الحلقة الخلفية. هدخل كده في الحلقة الخلفية وابدأ اشتغل غرزة حشو. الغرزة دي منساش اهم حاجة ان انا احط فيها الماركر تاني. الغرزة اللي بعدها نشتغل حشو. هبدأ اشتغل كده في الحلقة الخلفية لكل غرزة غرزة حشو. اهم حاجة ما نشدش ايدينا واحنا شغالين ونرتفع بالغرزة. شايفين انا برتفع ازاي؟ وبعدين نقفل الغرزة. طبعا خلاص احنا وقفنا تزايد فهشتغل فوق كل غرزة كده في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل لنهاية السطر وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. كده خلاص وصلت لاخر السطر. كده بقى هنبدأ سطر جديد بس هنشتغله تحت الحلقتين. هاجي كده تحت اول غرزة اللي كان فيها الماركر وهبدأ ان انا اشتغل غرزة حشو.
وبرده اهم حاجه ما انساش ان انا احط الماركر ده تاني مكانه. طيب نفترض ان وانا بشتغل كده ان غرزه الحشو بتاعتي فيها فراغ كده من تحت، يعني شايفين الغرزه كده فيها فراغ من تحت اهو. اعمل ايه بقى؟ بجيب ابره التنظيف، يعني انا بظبطها الاول بايدي كده، بحاول ان انا اقرب الشغل من بعضه، وبابره التنظيف ممكن ان انا اشد بس الخيط شده بسيطه لتحت كده، بحيث ان انا اريح الغرزه. تمام. وابدا اشتغل كده فوق كل غرزه تحت الحلقتين غرز حشو. احنا كده خلاص هنبدا نشتغل سطور ثبات. ونبدا نرتفع بجسم الشنطه. هخلص كده سطور الثبات وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. عايزه اقول لكم ان احنا كل سطر، علشان في ناس بتتلخبط، بنخلص السطر وبمجرد ما احنا بنيجي في الغرزه اللي فيها الماركر يبقى احنا كده بدأنا سطر جديد والشغل بتاعنا بيبدأ يرتفع معانا. تمام. شايفين هنا، علشان برضو البنات اللي بتقول بيحصل معايا فراغ في الغرزه، الفراغ اهو تحت الغرزه، بحاول ان انا اقرب الشغل من بعضه كده بالشكل ده. شايفين الفراغ اختفى معايا. هبدأ بقى اكمل كده وارتفع سطور ثبات وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا كده خلاص ارتفعت 6 سطور من غرزة الحشو من بعد السطر اللي احنا اشتغلناه، من بداية السطر اللي احنا اشتغلناه في الحلقة الخلفية. بدأت ارتفع 6 سطور، 1 2 3 4 5 6. طيب في الشنطة هنا اشتغلت من بداية السطر اللي اشتغلناه في الحلقة الخلفية 7 سطور. طيب اللي حابب يعمل نفس الشنطة دي هيبدأ يجيب حلقات سهلة الفتح، شايفين، وهيبدأ يشتغل عليها غرزتين حشو ويطلع عدد سطور لحد ما يوصل لطول الإيد المناسب، وبعدين يبدأ يخيطها في الحلقة التانية ويركبها. دي كده شكل الشنطة من جوه. على فكرة حجم الشنطة جميل جدا. القفله بتاعتها كمان بنركب مغناطيس اللي هو بيتخيط، اللي حابب يركب سوسته مفيش مشكله، بس هي طالعه الترند بتاعها ان هي بتكون بمغناطيس اللي هو بيتخيط. تمام. ده كده الشرح بتاع اللي حابب يعمل الستايل ده. طيب هنا بقى هنشتغل مع بعض ازاي؟ طيب هنبدا دلوقتي نشتغل ايد الشنطه. انا بقسم الشنطه بالنص كده. انا معايا هنا 15 غرزه وهنا 15 غرزه، ماليش دعوه بالغرزه اللي فيها الماركر. تمام. هنا 15 وهنا 15. جيت من بعد الماركر هنا خدت 1 2 3 وفي الرابعه حطيت الماركر. وجيت هنا برضو نفس الكلام، الماركر بتاع بدايه السطر ده انا هسيبه زي ما هو مش هشيله دلوقتي. ونفس التقسيمه اللي عملتها هنا قسمتها برضو على الناحيه التانيه. طيب هشيل الماركر ده وهشتغل غرزه حشو تحت الحلقتين، والماركر ده برضو اسيبه زي ما هو. هشتغل في الغرزه اللي بعدها حشو، الغرزه اللي فيها الماركر دي هشتغل حشو، وابدأ ارتفع 1 2 3 4. انا هنا كده ارتفعت 8 سلاسل. هروح للغرزة اللي فيها الماركر هنا واشتغل حشو، واكمل غرز حشو تحت الحلقتين كده فوق كل غرزة لحد ما بوصل للماركر اللي في الناحية التانية هنا. كده جيت للغرزة اللي فيها الماركر، هبدأ ادخل كده تحت الحلقتين واشتغل غرزة حشو، وابدأ ان انا ارتفع برضو 8 سلاسل. 1 2. ارتفعت 8 سلاسل، هروح للغرزة اللي فيها الماركر وابدأ ادخل كده تحت الحلقتين واشتغل غرزة حشو واكمل غرز حشو. كده ببدأ سطر جديد. اهم حاجة الماركر ده ما اشيلهوش من مكانه، اشتغل الغرزة واحطه تاني مكانه.
تمام كده خلصنا غرز الحشو. هتخطى اول غرزة حشو هنا وهروح في اللي بعدها ابدأ اشتغل غرز حشو لحد ما بوصل للايد التانية هنا. كده وصلت لغرزة الحشو اللي قبل سلاسل الايد، فانا بتخطى غرزة الحشو دي وبروح للسلاسل. شايفين انا لما باجي ادخل في السلسلة بسيب الحلقة الامامية دي وباخد الحلقة الخلفية مع الحلقة كمان اللي بتكون وراها، يعني بدخل كده ايه تحت حلقتين. تمام واشتغل غرزة الحشو. شايفين شايفين بسيب الحلقة الأمامية دي وبدخل تحت الحلقتين التانيين للغرزة واشتغل حشو. ده خلاص خلصنا غرز الحشو على الإيد. شايفين أول غرزة حشو بعد الإيد هنا هتخطاها واروح أشتغل في اللي بعدها حشو. هشتغل كده حشو لحد ما بوصل للماركر اللي هو في بداية السطر هنا. كده خلاص خلصنا الشنطة بتاعتنا. هنبدأ ان احنا نقطع الخيط ونسيب مسافة كده علشان نقفل السطر بتاعنا وننظف ونثبت الخيط كمان. هطلع بيه من هنا وبإبرة التنظيف شايفين الغرزة اللي فيها الماركر دي انا هتخطاها وهروح في الغرزة اللي بعدها. هدخل كده تحت الحلقتين وارجع ادخل تاني من نفس المكان اللي كان طالع منه الخيط واخد كمان الحلقة اللي بتكون تحته دي. شايفين قفلنا السطر. ببدأ بقى دلوقتي ان انا اثبت الخيط تحت الغرز. عايزة اديكم العرض بتاعها والارتفاع. العرض هنا 21 سنتي والارتفاع 14.5. طيب الشنطة دي كمان ممكن نعمل لها نفس اليد الكروس دي، ان احنا نجيب حلقات سهلة الفتح ونبدأ ان احنا نشتغل عليها ونبدأ ان احنا نركبها هنا. يعني احنا ممكن نلبسها بكذا ستايل. اتمنى كده يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه، وبفكركم كده لو لسه ما اشتركتوش في القناه يسعدني طبعا انضمامكم للقناه. ما تنسوش كده لايك وشير مع الاصحاب علشان الكل يستفيد. اشوفكم كده على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.